السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا في العشر ايام بتوع ذي الحجة. يا رب يجعلهم ايام مباركة عليكم ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. انا كنت وعدتكم ان هوريكم الحاجات اللي انا طالباها من دانيا ستور، والنهارده الحاجات وصلتني، فقلت زي ما وعدتكم اشارككم، تتفرجوا عليها معايا. دي غسالة بيبي. ممكن يتغسل فيها الشرابات، الأندرات، البراهات، تيشيرتات صغيرة، لعب أطفال، يعني اللعب اللي هي بتحتاج غسيل بتاعت الأطفال، يعني للحاجات الصغيرة. طرح، بندانات، يعني مفيدة جدا ومهمة في البيت، لأن في حاجات أنت مش بتحطيها في الغسالة الكبيرة. لسه أنا بفتحها دلوقتي معاكم. وإن شاء الله لما أجربها هجربها معاكم برضه. اهو حجمها. ان شاء الله لما اجربها هجربها معاكم. تنفع جدا في طبعا الطرح. لما بنيجي من بره وبتبقى الطرحه عرقانه مبلوله، فبنغسلها في ساعتها، يعني اول ما نوصل البيت. فدي هتبقى سهله جدا للطرح، لان الطرح مش بنحطها مع الغسيل. ودي صينيه، برضه الصينيه دي ديكور، وجايبه معاها دول. الفراشات الجميله دي. منظرهم جميل جدا. دي مشتروات العيد، وربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. جميلة جدا بالفراشات، ممكن تتحط على ترابيزة الصالون أو ترابيزة الأنتريه. جميلة جدا. يجعله عيد سعيد عليكم يا رب. ودول صواني تقديم. افتح لكم واحدة. دي ايديها تتركب. صينية جميلة جدا جدا جدا. ودي الايدين بتتركب، انا هبقى اركبها. وده منظم للحاجات اللي على التسريحة. هفتحه برضه واوريهولكم. منظم للحاجات اللي على التسريحة. هفتحه واوريهولكم. اهو ادخلوا على الصفحة بتاعتها وهتشوفوه هو متركب. لان هو كده عايز وقت ان انا اقعد اركبه. ودي فرشة نغسل بيها البانيو والحاجات المزنوقة شوية عند البانيو في الحمام. برضو هركبها. دي الحاجات اللي في الأرض اللي تغسليها جنب البانيو، أو بين البلاط كده بيد. برضو عايزة تتركب. اهي الفرشة بعد ما ركبتها.
جميلة جدا جدا جدا. ناشفة، تدعك الأرض كويس جدا. ودي الصينية برضو بعد ما ركبتها، ركبت لها ايديها، جميلة قوي قوي. وده مج هدية بعتهولي، مج هدية بعتهولي، مكتوب عليه ستاربكس كوفي، جميل جدا. اشكرك جدا يا نورة، متشكرة قوي حبيبة قلبي على ذوقك، وما تحرمش منك ابدا، وكل سنة وانت طيبة. البيج بتاعها اسمه دانيا جاري، دانيا جاليري. وانا سايبه لكم صورة الصفحة بتاعتها في الفيديو اللي فات، اللي هو برضو بتاع المشتريات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيد سعيد عليكم يا رب. فرجة ممتعة، ويا رب تكون عجبكم حاجاتي. وكل سنة وانتم طيبين. وفرصة جميلة جدا جدا ان انا لقيت الفرصة دي ان انا اقول لكم في العيد كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.